90% من الناس بيعيشوا ويموتوا من غير ما يعرفوا مهاراتهم الحقيقية. مشكلتي أنا وإنت مش إننا ما عندناش مهارات، مشكلتنا إننا عندنا مهارات لكن مشتتين. سيدنا يوسف عليه السلام لما ظهر قدام عزيز مصر قال له: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. اختار الصفات اللي تخليه الأمثل والأكفأ إن هو يتولى المنصب ده. الإنسان لما بيعرف مهاراته وبيعرف قيمة نفسه بيقدر يحدد مكانته. كان إمام أهل السنة والجماعة، وكان فقيه، وكان شاعر، وكان حكيم، الإمام الشافعي. انا وانت دلوقتي ما بنعملش اي حاجه عشان نتعلم حاجه جديده، وهم كانوا بيسافروا بلاد عشان يتعلموا مهاره واحده بس. الامام الشافعي لما سمع عن علم الفراسه قرر ان هو يسافر اليمن عشان يتعلم من القبيله اللي بتعلم الناس الفراسه. اللي ما يعرفش علم الفراسه عباره عن انك بتعرف صفات الانسان من ملامحه. سافر القبيله دي، قعد معاهم 3 سنين، ولما لقى نفسه اتقن علم الفراسه قال: خلاص انا هرجع مكه. وفي وسط الصحراء لقى خيمه فوقف عندها، قال: انا اروح عند الراجل ده استاذنه ان انا اكل حاجه واريح عنده شويه وبعد كده اكمل طريقي. اول ما شاف الراجل، شكله خسيس. الراجل ده ملامحه بتبين ان هو خسيس. الراجل قام على الامام الشافعي والناس اللي معاه: اهلا وسهلا، نورتونا وانستونا، اتفضلوا، احنا زرنا النبي. الامام الشافعي بص قال: ازاي يا جماعه؟ العلم اللي انا اتعلمته بيقول لي ان الراجل ده خسيس، في حاجه غلط. دخل البيت، الراجل دخلهم: تاخدوا الاوضه الكبيره ولا الصغيره؟ قالوا له: هناخد الصغيره. قال لهم: لا طبعا انتوا ضيوفي، ازاي انتوا تاخدوا الكبيره؟ وراحوا جاب لهم معزه وذبحها وشواها وجاب لهم لبن. الامام الشافعي بقى قاعد مصدوم، قال: يعني معقول العلم اللي انا قعدت اتعلمه 3 سنين يطلع في شنك؟ انا ظلمت الراجل ده. المهم الامام الشافعي فضل نايم طول الليل مأنبه ضميره ان هو ظلم الراجل ده، وان الراجل ده طلع كويس معاهم واستقبلهم واحسن ضيافتهم. خلصوا اليوم، ناموا، صحيوا، جهزوا، جم عشان يتحركوا. الراجل قال لهم: تعالوا. اتبسطتوا؟ رايحين على فين؟ قالوا له: مسافرين. مسافرين. طب انا عايز اسالك سؤال. الامام الشافعي قال له: اتفضل. قال له: انت تعرفني؟ قال له: لا. قال له: ابوك يعرف ابويا؟ قال له: لا. قال له: امك تعرف امي؟ قال له: لا. قال له: طب ادفع بقى، انت جاي تاكل على قفايا ولا ايه؟ فالامام الشافعي فرح جدا ان العلم اللي هو اتعلمه طلع مظبوط، ودفع للراجل بزياده وسابه ومشي. المهاره هي الصفات اللي عندك اللي بتخليك شخصيه مختلفه ومميزه غير الناس. الصدق مهاره، والشجاعه مهاره، وكل الصفات الانسانيه تعتبر مهارات طالما هي مش موجوده عند اللي حواليك. لو عجبتك الحلقه اعمل لايك وشير وسبسكرايب، دعمك هيفيدنا جدا ومش هيضرك انت في اي حاجه. الحلقه دي برعايه دعوات ابويا وامي والناس الطيبين. اشوفكم الحلقه اللي جايه من 5 قبل الفطار. معانا احمد مجدي، وسلام عليكم.